قبل ما نشوف الانترودكشن بتاع البروجكت اللي هنشتغل عليه، في حاجات أساسية لازم نعرفها، وده هنشوفه على البيلدر دلوقتي. يعني أنا مثلا لما أحط element في البيلدر، إيه الشكل الصحيح اللي أنا أحطه وإيه الشكل الغلط اللي أنا ما ينفعش أستخدمه. فهناخد كده كذا ليسون ورا بعض، نشوف الأشكال والحاجات الصحيحة أو البيست براكتسز اللي احنا المفروض نمشي عليها قبل ما نشوف البروجكت اللي هنبتدي اصلا نعمله في البيلدر او على الووردبريس. فتعالوا نشوف كده مع بعض. ده البيلدر عندي، وعندي هنا سيكشن. انا لو فاكرين انا ضفت سيكشن قبل كده، وده السيكشن اهو، وجواه كونتينر وجواه الحاجات بتاعتي. طيب، ايه اللي يمنعني ان انا اجي ببساطة اروح حاطط هيدنج واروح حاطط تكست تحتيه؟ ده مش structure صحيح. فهيجي هنا عندنا حاجة اسمها HTML Semantic Elements، وده الترتيب أو مش الترتيب، المسميات الصحيحة للإليمنتس عشان السكرين ريدرز، الاكسسبيليتي، السيرش انجنز، الحاجات دي كلها لازم يبقى عندي الإليمنتس اللي أنا هحطها يكون ليها معاني. احنا مش هنقول ده على كل الإليمنتس، أكيد لأ، بس عندنا حاجات زي الهيدر، الفوتر، لازم يكون مكتوب إن ده هيدر في التاج بتاعه أو ده فوتر. النافيجيشن، المنيو اللي بتكون موجودة في الويب سايت من فوق، سواء دي أو دي مثلا. سيكشن، السيكشن اللي أنا هعمله، كل سيكشن موجود في الصفحة لازم أعمل له مارك إن ده سيكشن منفصل عن سيكشن تاني، وهكذا. الارتكل مثلا، يعني دي الحاجات الأساسية اللي بنستخدمها طبعا في كل الحاجات دي، وكل واحدة من دول مكتوب عليها بتستخدم في ايه وامتى احطها. لو نزلنا في الصفحة هتلاقيهم كلهم. طبعا احنا مش هنشوف كل ده دلوقتي، بس هو موجود، هسيب اللينك تقدروا تقروه. فالحاجات الأساسية، الهيدر والفوتر، الناف، السكشن، الارتكل، ده نقدر نستخدمه في اي حاجة. مش لازم ارتكل، مش لازم بلوج، بس ممكن اي حاجة فيها هيدر وفيها باراجراف وصورة، الكلام ده كله يعتبر ارتكل، يعتبر حاجة ليها معنى. فأي تايتل معاه باراجراف ده يقدر يبقى مستقل بذاته، اقدر ان انا اعمله ارتكل. الاسايد مش بنستخدمها كتير، بس هي معناها ان هو حاجة كومبلمنتري للحاجة الموجودة. يعني انا مثلا عندي ارتكل وعندي على جنب نوتس مثلا، مش مانداتوري ان انت تقراها، بس هي بتضيف لك معلومة عن الحاجة اللي موجودة في الصفحة. فتعالوا نشوف الحاجات دي كده البيلدر بيعملها لنا ازاي باي ديفولت، احنا مش هنعمل فيها حاجة. فلو انا جيت هنا، نمسح الحاجات دي، واول حاجه احطها سيكشن. وده لازم الصفحه عندي تكون متقسمه سيكشنز. كل سيكشن هلاقي هنا جواه حاجه اسمها كونتينر. مفيش تاج اسمه كونتينر، فالكونتينر بيبقى اسمه ديف عادي. بس انا ما ينفعش استخدم، ما اجي في سيكشن كده اروح كاتب ان ده ديف برضو. لا، السيكشن هسميه سيكشن، وجواه الاليمنتس اللي جواه يا اما هتاخد مسمياتها سواء h1 لحد h6، او باراجراف p، او الايمج والحاجات دي كلها، كل حاجه هتاخد المسميات بتاعتها. بس لو انا هحط حاجه زي الكونتينر ده، او هحط رابر احط جواه elements، فطبيعي ان انت هتسميهم ديف، ما مش هنجيب اسامي لكل حاجه، بس الحاجات الاساسيه هي دي مهمه. فانا هنا عندي كونتينر، وده زي ما قلنا هيبقى ديف. لو بصينا هنا ال HTML tag بتاعه ايه؟ div. طيب ده السكشن ال HTML بتاعه هلاقيه section. هاجي بقى جوه الكونتينر اضيف الكونتنت بتاعي اللي هو الهيدر والتكست. انا لو جيت عملت سيف للصفحة كده، قلت له عايز اشوفها على الفرونت اند، وعملت رايت كليك في اي حتة كده وعملت انسبكت، او F12 هيفتح الانسبكتور. فتعالوا كده نشوف الصفحة. عندي هنا الهيد ده بره البادي، ده مش الهيدر، ده الهيد بتاع الويب سايت. البادي بتاعنا بيبدأ من هنا. بعد كده هنلاقي هنا عندنا المين. المين ده هو يعني كل حاجة جوه الصفحة بتبقى جوه المين. المين بقى هو اللي جواه السكشنز. فلو بصينا على المين هلاقي عندي أول سكشن أهو، المين جواه أول سكشن. لو فتحت السكشن هلاقي جواه ديف، والديف ده هو الكونتينر بتاعنا عادي. هلاقي جواه h3، ده التايتل، وهلاقي جواه div مش p، فده غلط.
المفروض بقى هنا انا اخلي ده باراجراف، مش ديف، يعني مش حاجة فاضية او رابر انا اقدر احط فيه حاجة. لو فتحت كده هلاقي جوه ايه التكست بتاعي. فالمفروض ان انا اروح جاي هنا كده وقايل له ان ده مش ديف، ده باراجراف. هعمل سيف وهرجع على الصفحة بتاعتي. خلينا ندوس على الايكون دي كده عشان اشوف الاليمنت اللي انا عايزه اهو ده. هدوس عليه كده اهو بقى ايه بي باراجراف. فبقى انا عندي هنا ال H3 وهنا عندي الباراجراف بتاعي. فكده ماشيين على الاستراكشر الصح بتاع الصفحة. فمهم جدا ان احنا نقرا السيمانتك اليمنتس، وان احنا كمان نعمل لها ابلاي في البروجكت بتاعنا او في الصفحات اللي احنا بنعملها، علشان تبقى الويب سايت بتاعك compatible مع الاس اي او، مع السكرين ريدرز، الاكسسبيليتي، الحاجات دي كلها تبقى انت ماشي صح.